مستر هاني توفيق، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكم. ايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. في البدايه حابه اشكر حضرتك على استضافتك لينا النهارده، واتمنى ان احنا نبقى ضيوف خفيف على حضرتك. اكيد المهم ان انا ابقى خفيف يا عليكم انا خبر كمان. طبعا. دي احلى حاجه. اسم هاني توفيق في عالم الاقتصاد غني عن التعريف. تاريخ كبير، خبره كبيره جدا في عالم الاقتصاد وعالم الاستثمار، ودي حاجه كل الناس عارفاها. احنا بقى اللي عايزين نعرفه النهارده ازاي الدماغ دي اتكونت من ايام الطفوله، فاحنا بقى هنرجع بالذكريات لورا خالص لايام الطفوله. فايام طفوله حضرتك كان شكلها عامل ازاي؟ شوفي انا نشأت في اسره عاديه جدا متوسطه. الوالد كان ضابط شرطه، والام زي كل امهات جيلنا قاعده في البيت، يعني ست بيت. فكانت حياه جميله مستقره، طبيعيه جدا. مدارس، انا كنت في مدرسه عربي، واخواتي اللي جم بعدي بقى هم اللي راحوا الماني وانجليزي وكلام من ده. انما انا كانت عيشه بقى جمال عبد الناصر، يعني انا خدت جمال عبد الناصر والفتره بتاعته كلها. فكان مجال يعني فخر لينا ان احنا نبقى موجودين في الفتره دي الحقيقه. طب حضرتك كنت طفل متمرد ولا بيسمع كلام اهله؟ ما عندناش ايامنا حاجه اسمها ما بيسمعش كلام اهله. كان الشبشب في البيت شغال، والعصايه والحبس والطرد من البيت في اوقات كتيره جدا. وكان كلنا زي بعض على فكره، كان كل الناس زي بعض، وكلنا بنخاف من اهالينا، وكلنا بنتضرب، وكلنا كنا في المدرسه بنتضرب على ايدينا بالمساطر. فما حدش، ما فيش حاجه اسمها كان طفل متمرد ولا مش متمرد. ايامنا ما كانش فيه الكلام ده خالص. يعني مثلا ده مش جاي من خلفيه ان والد حضرتك اصلا من حياه عسكريه، فالحياه ضبط ربط التزام في البيت في كل حاجه؟ لا لا خالص. الوالد كان ضابط في كليه الشرطه، وكان بيتنقل كتير. ففي اغلبيه الوقت كان انا اتولدت لقيت خالي فؤاد سلطان الله يرحمه. كانت امي هي اللي بتاخد بالها منه في البيت مع باباها، جدي لما مامتها توفت. فكان ابويا الروحي هو فؤاد سلطان في الفتره الاولانيه من حياتي. لا، الخلفيه العسكريه بتاعت الوالد ما كانش لها اي اثر خالص. طب حضرتك كنت شخصيه اجتماعيه بره بقى مع صحابك، ولا كنت منطوي ومش بتعرف تعمل علاقات قوي؟ لا لا لا، كنا طبعا شياطين. فلا، مش منطوي يعني، ما اتقالش عليا منطوي. كنت مع اصحابي طبعا طول الاسبوع. لما كبرت شويه بقينا يعني بنسهر بالليل وبنخرج وبنعمل. انما كانت البدائل محدوده مش زي دلوقتي. فكانت حياه طبيعيه. الواحد في الخمسينات والستينات، يعني طفل وبعدين مراهق، كانت حياة فيها كل ما يتطلبه الحياة الشخص في السن ده. طب الخروجات كانت بتبقى فين مثلا؟ خروجاتنا كانت طبعا مع ضيق ذات اليد. يعني أنا كان مرتبي جنيه في الشهر عشان تبقى في الصورة يعني. المصروف ولا المصروف أيوة. المصروف جنيه ونص في الشهر. بس ده كان رقم طبعا وقتها. ده كان ايامها رقم طبعا، 5 6 ساعات في اليوم. بنقدر يسمح لنا كنا نروح الميريلاند نلعب باتيناج، نلعب كوره في الشارع. طبعا الكوره في الشارع وفي النوادي. طب نادي هليوبلس بقى، انا حاسه ان ده فيه ذكريات اكتر، هو بالنسبه لك ايه؟ نادي هليوبلس انا خدت وانا صغير جايزه اسمها مستر هليوبلس. كان عندي 6 سنين، وكانت بتديها لنا النادي، كان بينظمها لنا يعني صوفي ثروت، كانت هي بتاعت باليه مائي. وكنت حياتي في نادي هليوبلس طول الوقت، وكان الوالد وخالي كمان كان بياخدني النادي كتير. فكان نادي هليوبلس يمثل جزء كبير جدا من حياتي وطفولتي يعني. كان نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ هقول لك، للاسف انا كنت فاقد الطموح خالص. يعني كنت عايش يوم بيوم وسنه بسنه. يعني ما كانش في حتى حلم الاطفال بتاع إن نفسي ابقى لعيب كوره مثلا؟ كان نفسي لا، الكوره دي على الجنب. بس عمري ما شفت نفسي لعيب كوره. يعني بلعب كوره عشان ابقى متفوق في الكوره، ونبقى منتخب الناشئين ونكسب ونخسر ونعمل. انما ما كنتش متخيل ان الكوره تبقى حرفتي يعني. ولغايه لما دخلت الجامعه مش مقرر، او لغايه لما ثانويه عامه حتى باصص لها على انها سنه عاديه، وبناخد دروس، لكن برضه بنلعب في الشارع وبنجري وبنروح وبنيجي. فكانت سنه عاديه، وانعكست طبعا على مجموعي المتواضع جدا اللي جبته في ثانويه عامه 60% 62% حاجه زي كده. ما دخلتنيش غير قدامي غير تجاره وزراعه يعني. فما كانش عندي بدائل كتيره، وما كانش عندي طموحات. يعني كنت شايف انها حاجه عاديه للاسف. ما يعني عندي اصحاب كتير كانوا بيسهروا وبيذاكروا ودخلوا طب وهندسه وكلام من ده. انا
ما يعني كانت سنه عاديه بالنسبه لي الثانويه العامه. طب حتى ما حلمتش تبقى زي والدك مثلا بما انه في الحياه العسكريه؟ لا انا فعلا كنت هقدم في كليه الشرطه، والوالد قال لي لا همشي، هطردك خالص من البيت لو دخلت معقول؟ ده كل اب كان بيبقى عايز ابنه يطلع لا زيه. لا هو كان شايف ان الحياه العسكريه مقيده للطموحات بتاعت البشر، وانك انت لازم يبقى عندك طموحات اكتر من انك انت مجرد تبقى موظف، سواء ضابط او موظف حكومه ايه ده، او انا حاجه حضرتك عادية. ورثت الفكره دي منه؟ اه يعني لا، هددني، مع ان واحد من اعز اصحابي الله يرحمه بقى محمد الشناوي دخل كليه الشرطه، وكنت عايز اخش معاه عشان برضه نبقى مع بعض ونسلي بعض وبتاع، بس ما مشيتش كده. شفت صوره لحضرتك انك مثلت في فيلم بين قلبين. اه طب ده الموضوع ده جه ازاي وليه ما كملتش في الموضوع ده؟ لا، ما انا كان عندي ساعتها 3 4 سنين، ومعرفش ايه، انا لغايه دلوقتي معرفش ايه اللي حشرني في السينما يعني، لكن فاكر ان والدي ووالدتي خدوني في الهرم ومثلت يعني الدور كله 10 دقايق، كان دور شكري سرحان وهو صغير. وبعدين بعد كده كان شاديه بقى وشكري سرحان والناس دول، انا بس مثلت يعني كام دقيقه، يعني 3 4 دقايق، لكن ما يظهر ما لاقوش فيا نجم صاعد ولا واعد، ما اتكررتش تاني يعني. طب حضرتك مش فاكر هي جت ازاي؟ يعني مثلا كان في معارف، حد طلبك مثلا؟ لا 3 4 سنين لازم هتلاقي والدتي، حد من جيراننا كان يعني احنا كان قدامنا ساكن قرايب بليغ حمدي، فكان ممكن يكون حاجه فنيه يعني كده جت، لكن ما مشيناش في السكه دي خالص يعني. حضرتك عاصرت من ايام عبد الناصر لغايه النهارده، فحضرتك شفت حاجات كتيره جدا، شفت تقريبا كل الوقت بمختلف تغيراته. ايه بقى اكتر وقت حضرتك حبيته في الفتره دي كلها؟ لا طبعا كل فتره فيهم عشتها بكل تفاصيلها يعني. يعني ايام جمال عبد الناصر طلعنا في مظاهرات 68 اللي هي بعد حرب بعد النكسه بتاعت 67، طلعنا في الشارع مظاهرات ورحنا العباسيه ونعطف يعني نقلب ترماي في الارض معقول؟ ده حضرتك كنت صغير وقتها؟ لا كان 67، عندي 17 18 سنه. طب كنا كلنا ساعتها شعب يعني شباب متحمس، والنكسه كانت اثرت فينا سلبا فتره طويله. خلص جمال عبد الناصر طبعا وجه السادات بالانفتاح، كنت مبسوط جدا بالانفتاح، والاجانب ابتدوا يجوا وابتدينا نتعامل مع العالم اللي بره. كان ايام جمال عبد الناصر الدنيا مقفوله تماما طبعا علينا هنا في مصر. بعد كده مع الانفتاح عشت برضو الانفتاح بكل ايجابياته وسلبياته. قضيت يعني انا في 68 اتحبست 4 5 ايام في السجن يعني ايام المظاهرات اتمسكنا واتحبسنا. في السادات لا، السادات كان انفتاح وكانت ايام حلوه قوي، وانا بالنسبه لي الحقيقه السادات عبقري لن يجود الزمان بمثله خالص. بس فكل فتره مع رئيس عشتها بتفاصيلها وتحمست لها. و يعني ايام نرجع تاني لايام عبد الناصر، كان الاتحاد الاشتراكي وكان نقف نقول النشيد، وكان في الثوره العربيه او القوميه العربيه والكلام ده كله، كنا متحمسين له جدا. ما اكتشفناش انه كان ودانا في حته اقل من اللي احنا نستحقها، فابتدينا نتعاطف مع السادات ومع بتاع، وحسني مبارك جه كمل على ايام السادات برضه، وكان ساعتها بقى ابتدينا نشتغل، فكانت قصه تانية. لكن كل مرحله انا لقيت نفسي فيها وعشتها بكل تفاصيلها. طيب قبل ما ندخل على دراسه الاقتصاد، والد ووالده حضرتك ما كانوش اللي هو شايفينك في حاجه؟ يعني الامهات ساعات اللي هو انا نفسي اشوفك دكتور زي كذا مثلا، ده ما كانش بيحصل؟ لا خالص. فيعني سايبين حريه الاختيار سايبيني تماما؟ المهم بنجح اخر السنه وخلاص، مفيش اي توجيهات هتطلع ايه لما تكبر. انا في الوقت ده كان فؤاد سلطان زي ما قلت لك كان ابويا الروحي رحمه الله عليه، وكان هو بعد كده اتجوز طبعا وبقى عنده حياته، لكن كان عندي بالنسبه لي مثلي الاعلى الحقيقه في الفتره واحنا صغيرين، وكنت شايفه هو في الاقتصاد والعمله والبنك المركزي والكلام ده كله، فحسيت ان انا عايز ابقى زيه. مش حبيت الاقتصاد، حبيت ال الكيان اللي اسمه فؤاد سلطان.
فحضرتك تقريبا يعني مشيت على طريقه بس من غير ما تحس انك ماشي على طريقه. بالظبط بالظبط. لا ورحت في حتت تانية كتير، والاقي نفسي تاني الاقتصاد شدني. وده من الحاجات اللي انا دايما بقول للشباب، اوعى انك انت جبت مجموع ودخلت كليه كذا او عملت كذا يبقى ده بحترم جدا واحد دخل مشي في كليه الطب سنه او سنتين وراح محول، راح حقوق او راح اقتصاد او راح حته تانية، لان ده اكيد هينجح. الشغف باشن، اسمه الشغف، انك انت تبقي مبسوطه بالحاجه اللي بتدرسيها وحاسه انك بتنهلي منها، ما بتكتفيش. فدي ده سر نجاح اي حد الحقيقه. اذا كان اقدر اقول اللي انا عملته نجاح الى حد ما، انك انت يبقى عندك شغف باللي بتعمليه، ما مش مجرد انك انت مجموعك دخلك في حاجه او دخلك في حاجه انك انت تضطر تبقى مهندس او تضطر تبقى دكتور او تضطر تبقى مستخسر قانون. المجموع بالظبط كده، بالظبط، مستخسر المجموع بالظبط. طيب هو تقريبا الكون كان بيخطط لحضرتك انك تدخل في المجال ده، يعني حضرتك لما درست اقتصاد وعملت ماجستير هنا وفي امريكا حصل مشكله كده برضو وكملت، ايه بقى اللي حصل في الموضوع ده؟ اكيد انا دخلت كليه تجاره عين شمس، وفي دماغي همشي كليه تجاره زي خالي. وبعدين جت الجامعه قفلت سنه 68 ورحت ازور جماعه اصحابي في كليه الزراعه، زراعه عين شمس في قصر محمد علي. لقيت بلاطي بيضه ومزارع وحاجات من دي، فقلت ايه، لا ده انا احسن لي اجي من تجاره للزراعه. الشكل بس اللي عجبك؟ الشكل اللي عجبني، شوفي السطحيه اللي احنا كنا فيها. فرحت على اساس ان انا اخلص من كليه التجاره، وكانت ساعتها تجاره عين شمس في باب اللوق في القصر العيني. فكان بركب اتوبيسات وترولي باص وكلام من ده، وانط في ما كانش في محطه قدام، بنط في الشارع. كانت قصه معاناه رهيبه يعني. زراعه عين شمس بقى لقيت نظافه وشياكه وبلاطي بيضه ومعامل، فقلت ايه، حولت لزراعه. وكان ساعتها التحويل سهل، كان لسه السنه الدراسيه في سنه اولى، ما ضيعتش كتير. رحت هناك بقى واتفاجئت انها العمليه مش بلاطي ومزارع، لقيت لازم اشرح ضفادع وجيولوجيا وكلام من ده، حاجات مواد دمها تقيل قوي. فلقيت الماده الوحيده اللي عجبتني اقتصاد زراعي. فلقيت نفسي، والاقتصاد ماده تقيله على الناس العاديين، بس حضرتك حاببها؟ حبيتها طبعا. لقيت نفسي فيها بعيد عن المعامل بقى والورش والحاجات دي كلها. ومثلي الاعلى بقى الثاني اللي جه بعد كده الدكتور احمد جويلي الله يرحمه، كان وزير التموين في مراحل لاحقه يعني، لكن كان استاذي في كليه زراعه عين شمس، اقتصاد زراعي. الاقتصاد الزراعي هو عباره عن نفس مواد كليه الاقتصاد، بس الابلكيشنز بتتعمل على مجال الزراعه، يعني تعملي داله الطلب على الطماطم مثلا، مش عارف يعني حاجات من دي. فالدكتور احمد جويلي تولاني برعايته، وطالع انا الثاني على الكليه، على كليه ما شاء الله. وبعدين قال لي اسمع، انت لو وقفت بقى في الطابور مش هتطلع بعثه في امريكا بالمره، لانه 67 اتقفلت البعثات وانا خريج 72، فكل اللي قبليه قاعدين في الطابور، مفيش ولا معيد سافر. قال لي انا بعمل قسم جديد اقتصاد في كليه في جامعه الزقازيق، تعال معايا وتبقى سكتك اسرع واسهل يعني. وفعلا عملت الماجستير الثاني بتاعي في جامعه الزقازيق. جات لي فرصه اني اكمل الدكتوراه في كاليفورنيا، جامعه كاليفورنيا اللي هي الجامعه اللي اتخرج منها الدكتور احمد جويلي. فسافرت وقلت بدل، كانت الانجليزي صعب علينا، مدارس عربي ما كنتش بعرف انجليزي كويس ساعتها، فقلت خلي اول سنه اعمل ماجستير تاني بدل الدكتوراه على طول، عشان المعادلات والمنحنيات والنظريات والحاجات دي كلها في دماغك عارفها انت، فتبقى سهله. وتتعلم لغه بقى في السنه اللي انت هتقعدها دي لغايه لما تعمل الدكتوراه. خدت الماجستير الثاني والجي بي اي بتاعي كان 3.9 يعني تقريبا امتياز، تفوق رهيب. وادوني منحه للدكتوراه، وقلت ارجع مصر اعمل زياره بقى اشوفهم، كان فات سنتين تقريبا، سنه ونص. فجيت مصر وجيت اسافر تاني، ما عرفتش، اتلغت كانت الترحيل التجنيد والكلام ده كله، فكان لازم اخش الجيش، ما ينفعش اسافر تاني. وللاسف ما كنتش اعرف المعلومه دي، مش للاسف يعني، ربنا دايما. شوفي، ما في مره حصلت لي مشكله او ازمه
وحسيت ان دي نهايه الكون. وفعلا انا راجل بعمل دكتوراه، وكان ايامنا ساعتها البيتلز والهيبز والبتاع، وكان الواحد شعره طويل وحاسس ببنطلونات شارلستون، فاكر الحاجات بتاعت زمان بتاعت الافلام دي. ففجاه لقيت نفسي في الجيش ومحلوق وقاعد في سلاح دي الاشاره. شخصيه تانية خالص، حاجه تانية خالص بقى، وحياتي بتنهار قدامي. انا راجل حامل دكتوراه وخلاص ومتفوق وكل حاجه. ف قعدت في الجيش. جات لي فرصه اتمرن في بنك مصر ايران للتنميه. كان ساعتها فؤاد بيه سلطان كان رئيس البنك، وخالي قال لي تعالى اتمرن بدل ما انت قاعد ما بتعملش حاجه طول ايام الاسبوع. فقعدت فتره الجيش بتاعتي كلها في البنك. بقيت رئيس قسم المشروعات في البنك. وابتديت بقى بمول ناس ب10 مليون و20 مليون، وناس بتجدول قروض، وناس بتعمل حاجات. فحسيت دي حياه. زرت بقى اصحابي في جامعه الزقازيق، لقيت برضو لسه واقف بالتباشيره وبيشرح على التخته والبتاع والسبوره وايه. حياه مش اللي هي بقى بتاعتي يعني. حسيت ان انا لا، انا عايز ابقى موجود في الفلوس بقى والتمويل والبتاع. الحياه الاكاديميه ما استهوتنيش قوي. فكملت بقى في الاتجاه ده. بعد حضرتك قعدت تقريبا كذا سنه في مجال البنوك، وبعد كده اتعرفت على دكتور محمد تيمور. احنا عايزين الاول نعرف مين دكتور محمد تيمور. بالظبط. دكتور محمد تيمور ده ثالث واحد له يعني ذكرى كويسه قوي عندي. كان هو في صندوق النقد العربي قبل كده، وجه مصر في ايام برضو يعني انا قعدت في بنك مصر ايران من 78 ل 82. فجت فرصه في مؤتمرات مشتركه، شافني وشفته في اجتماعات. دي صدفه يعني، ما كنتوش صحاب اصلا؟ لا خالص. لا خالص. هو اكبر مني، محمد تيمور اكبر مني كان بحوالي 10 سنين يمكن. فكان هو بيشتغل في المجال ده، وقال احنا عايزين نعمل حاجه لينا بقى. كان هو جاي من صندوق النقد العربي وجه، فقابلته بالصدفه في بنك الاستثمار العربي. كنا بنعمل سنديكيشن لقرض لحد يعني. انا بنك مصر ايران، وقال لي انا بشوفك كتير في المؤتمرات، وقلت له انا كمان وبتاع. قال لي انا بعمل حاجه جديده مع اتنين، هاني العمري ومحمد فوده الله يرحمه، وبنعمل حاجه جديده اسمها نسميها سميناها المجموعه الماليه المصريه EFG Egyptian Financial Group. وراجل كان كويس قوي الحقيقه الله يرحمه، ومحترم جدا. وعجبني قوي ان احنا بنبتدي حاجه جديده. خدي بالك الشغف، هرجعك كل شويه هقول لك الشغف. انا وصلت في مصر ايران لبقيت بنكر قديم وكان اول بنك استثمار في مصر فعلا. لكن لا، دي استهوتني اني اروح اعمل حاجه قطاع خاص بقى لوحدي خالص. وكنت ساعتها متجوز ومكلف، يعني كان ريسك كبير بالنسبه لي. انما اخذت هذا الريسك وانضميت. عملنا المجموعه الماليه وخدنا شقه صغيره في الجيزه. EFG ابتدت سنه 82 في ابريل 82 بالظبط. اسسناها احنا الاربعه، واستمرينا بقى شويه. رحت عملنا استشارات لدار المال الاسلامي في جنيف. كان بيعمل على التعدين في افريقيا ومش عارف ايه، فدخلنا عملنا له فتره من الاوقات مستشارين بالنسبه له يعني. وقعدنا على هذا الكلام من 82 ل 93 لما صدر قانون سوق راس المال. ده كل ده قبل إرماس صح كده؟ لسه ما فيش إرماس خالص. سنه 93 جالنا هشام توفيق، اخويا الصغير. هشام اصغر مني ب10 سنين، انا تقريبا يعني زي ابوه مش اخوه بس. جاء بقى كان بيشتغل بره في الامارات في الخليج. وجاء احمد هيكل وحسن هيكل ولاد اخت محمد تيمور ساعتها. فكانوا لسه شباب بقى صغيرين يعني، هم الثلاثه. خدناهم معانا في EFG سنه 93. ابتدى بقى قانون سوق المال، ابتدى اجانب بيجوا، ابتدت شركات سمسره. فعملنا اول شركه سمسره، عملنا اول صندوق استثمار لبنك الايجيبشن امريكان بانك. اول اي حاجه احنا اللي عملناها. واخد بالك في الفتره دي الاجانب بقى بيجوا مصر، كل شويه اجانب بيجوا يزورونا وبيشوفوا ايه مصر وايه مصر. بنسمعهم نازلين شركه اسمها هرمس.
يعني نازل من عندي رايح هرمس او جاي من هرمس على عندي. فحسينا ان في منافس لينا ابتدى يكبر بشكل لطيف فقلتوا تكسبوه بقى. وكان علي الطاهري ساعتها وعلاء السبع، الاثنين دول هم اصحاب هرمس. فقلنا طب ما نندمج تبقى اي اف جي هرمس. فعملنا اي اف جي هرمس سنه 95 96. انا كنت عملت كذا حاله برايفتيزيشن بقى، خصصت كذا شركه من الشركات اللي كان كل شهر فيه برايفتيزيشن وبتاع. كان اخر حاجه عملتها الشرقيه للدخان في 95، وجنب في 96 اندمجنا اي اف جي مع هرمس، وبقيت انا السي او بتاع الجروب كله. محمد تيمور الله يرحمه كان رئيس مجلس الاداره وانا الرئيس التنفيذي، وتحتينا بقى اقسام فيها هشام توفيق، فيها علاء، فيها علي، كل واحد ماسك بروكرج، اسيت مانجمنت، انفستمنت بانكينج، الكلام ده كله. لقيت نفسي طيب انا يعني قاعد بعمل ايه بقى؟ خلاص عملنا اكبر بنك استثمار في مصر في المنطقه كلها، وبيجري وبتاع، بس ايه كل يوم بروح اعمل نفس الشغل، مفيش تجربه جديده، مفيش حاجه جديده. الشغف فكان ساعتها بقى طالع حاجه جديده اسمها راس المال المخاطر، فينشر كابيتال، احد انشطه سوق المال. فعملت مع فؤاد بيه سلطان بقى الله يرحمه، كان طلع من وزاره السياحه والطيران وقاعد ما بيعملش حاجه يعني، وبيفكر في حاجات كتيره يعملها. فعملنا شركه اسمها الاهلي للتنميه والاستثمار، كانت اول شركه راس مال مخاطر. كان فيها في مصر بقى هو از هو، من اول اشرف مروان وعيله ساويرس، وكان محمود عبد العزيز الله يرحمه بالبنك الاهلي، وشركه مصر للتامين، ومجدي زيد، وعيله رمسيس عطيه، مش عارف يعني مصر كلها كانت في الشركه دي. فؤاد بيه ماشي بيها كويس وماشيين كويس. وبعدين جولي ناس بنك الاستثمار الاوروبي مع بنك مصر الدولي، قالوا لي عايزين نعمل شركه فينشر راس مال مخاطر بتاعتنا احنا بقى، صندوق بتاعنا. فاستقلت من الاهلي للتنميه والاستثمار ورحت ل اي جي كاب. عملنا صندوق اسمه اي جي كاب لراس المال المخاطر. بعد سنه بالظبط عملت 100% عائد على راس المال. كنت اشتريت موبينيل منه هو ب 10 جنيه وبعته ب 170 جنيه ما شاء الله. فعملت شغل كويس قوي وخدت عائد مش بطال كمدير الاستثمار يعني. واسكت بقى اكمل؟ لا طبعا كمل. لا ما بقاش انا لا. قعدنا شويه، وبعدين بعد ما عملت شركه جلوبال دي اللي هي اي جي كاب اللي بتدير اي جي كاب، بعتها لشركه تانية، جمال محرم الله يرحمه واحمد ابو زيد. بعت لهم الشركه بتاعتي خلاص، وطلعت انضميت مع هشام توفيق بقى ساعتها. هشام بقى خليني اقول لك هو اخويا الصغير لكن على النقيض مني تماما فعلا. هو يحب يعمل الحاجه بتفاصيلها ويخش في يعني انا احب الافكار العامه واسيب غيري ينفذ. فهو هشام انت فاكره بتاعت انا المخ وهو العضلات والحاجات دي بتاعت فعملنا كانت اول شركه للتداول الالكتروني في البورصه. كان شركات السمساره كلها بالتليفون، وتكلمي السمسار في الكورباي في البورصه عشان ينفذ ويشتري ويبيع من السبوره والاشاره. انا خدت البورصه من اولها خالص يعني، كان ايام بالمشاوره. فدي كانت اول شركه نعملها في مصر في التداول الالكتروني، زي انت وانت قاعده في بيتك مش مضطره لا تروحي شركه سمساره ولا تعملي حاجه، تبيعي وتشتري من البورصه. عملناها، وكانت اول شركه تداول الكتروني اسمها عربيه اونلاين. عملنا الشركه نقعد ساكتين؟ لا ما يصحش. جت شركه اسمها النعيم اشترتنا ب5 امثال بعد 2 3 يعني، بعد ب5 امثال راس المال بتاعنا. واشترطوا علينا ان هشام توفيق يمسك البروكرج وانا امسك السي او الرئيس التنفيذي لشركه نعيم القبضه. قعدنا في شركه نعيم القبضه 2 تقريبا او 2 3 كده، وبعدين زهقنا.
سواء انا او هشام زهقنا، فعملنا اول شركه بتعمل سيت كوم، السيتويشن كوميدي اللي هي ايوه زي فريندز والحاجات بتاعت بره. اوكي. كانت شركه عملناها للانتاج الفني، وكنا احنا اللي اكتشفنا امير كرارة، احمد الفيشاوي، لقاء الخميسي لو تعرفيها يعني، طبعا بشرى، دي حصريات بشرى حضرتك بتقولها دي. احنا اكتشفناهم كانوا لسه شباب صغيرين. ايوه وخدنا بقينا نأجر بلاتوهات في حتت كده وبتاع، علشان نطلع الانتاج بتاعنا. والتلفزيون المصري ما كانش فاهم لسه سيت كوم يعني ايه. أيوة. كنا بنقلد فريندز، كان في الحلقات بتاعت فريندز الاجنبيه، فكنا بنعملها، ما كانوش فاهمينها هنا، لكن بعد كده اشتروها مننا، كنا عملناها مع الBC. فكانت رحله حياه كده خدناها بسرعه مع بعض لغايه سنه 2010 كده. عملنا ابتديت بقى ابص ليه المحافظ بره مصر. يعني كانت الدنيا ابتدت تقف وتهدى، والثوره جت والبورصه وقفت شويه والدنيا وقفت شويه، فاتجهت للشغل بره مصر. فعملنا الجمعيه المصريه للاوراق الماليه، كنت انا اول امين عام ليها، كانت اعلى اصوات في الانتخابات يوم. وبعدين بعديها بكام سنه كان في نشاط الاستثمار المباشر، اللي هو انك انت مش تشتري وتبيعي في البورصه، انك انت تخشي مستثمره في شركات انتاج بتشتغل، اسمه الدايركت انفستمنت. فعملنا اجتماع تاني في كايرو كابيتال كلاب دهوت، واسسنا وانا كنت الرئيس برضو الجمعيه المصريه للاستثمار المباشر. دول جمعيتين كبار قوي دلوقتي على فكره، إكما وإبيا، دول من الشركات أو الجمعيات الكبيرة اللي بترعى العاملين في المجالات دي، في الدايركت انفستمنت أو في البورصة. وعملنا قيمة كمان لمديرين الاستثمار. ففي عملنا جمعيات أهلية مهنية كتيرة برضو في النص، يعني ما كناش بنشتغل لنفسنا بس. مستر هاني، اللي حضرتك حكيته في مسيرتك المهنيه ده مفيش شك ان هو يعني جرأة انا تقريبا ما شفتهاش في حياتي في حد. بس اكيد يعني في وقت حضرتك كنت لما بتبدا حاجه كنت بتبدا الحاجه ومفيش حد عاملها، يعني بتبدا مجال مفيش ريفرنس، فانت مش بتبص على حاجه وبتقلدها. اكيد في وقت كان في خوف، كان في تردد. لا طبعا، انت بتبتدي حاجه جديده وبعدين اللي حواليكي كلهم بيحطموكي، يعني الله هو انت يعني ما احنا كنا انت اللي ناقصاك العمليه، هو انت مش عارف ايه، يعني تحدي بيبقى تحدي جامد جدا. بس جزء من ما هو بصي، انت في نهايه عمرك زي حالاتي كده في نهايات العمر، في ناس بتحسب النجاح بالفلوس، النجاح بالمناصب، وفي حد زي حالاتي انا ببص لنفسي ورا وبقول الحمد لله مفيش حاجه كان نفسي اعملها ما عملتهاش. وده بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى بالتاكيد، يعني كان واقف معايا. انما دايما ما دام انت بتدرسي الحاجه صح قبل ما تعمليها، ما هو الواحد ما بيتحركش عشوائي. يعني قبل ما بحط، ودي اللي بقولها دايما نصيحه لشباب كتير جدا، قبل ما تسيب شغلك وتقدم استقالتك تكون حاطط رجلك في حته تانية. اوعى تقعد في البيت وتدور على شغل. انت مش عاجبك شغلك، ما بقولكش كمل فيه، انما بقولك قبل ما تستقيل تكون حاطط رجلك في حته تانية، عشان بالذات لو متجوز او مخلف او حاجه ما يبقاش فيه فتره فيها انقطاع في الدخل. لكن ما تستسلمش لاي حاجه انت بتعملها لمجرد انك انت تلبس وتروح شغلك الصبح وترجع. لا، اعمل الحاجه اللي فيها شغف، الحاجه اللي انت شايف نفسك فيها، الحاجه اللي ممكن تضرب وتنجح. ادرسها كويس وخدك، ما تسيبش الشغل اللي انت فيه الا لما تلاقي الحاجه اللي هتعملها ودرستها كويس. طب ده ما كانش بيعمل لحضرتك مشاكل في البيت، اللي هو يعني لا وبلاش وانت رايح في حته مش عارف السكه دي اخرتها ايه لا الحقيقه زي ما قلت لك، اولا ما فيش حد له كلام عليا في شغلي، يعني قرار قراري انا في الاول وفي الاخر. ومع سلسله نجاحات في حاجات كتيره ما بقاش حد يعني
بيشك في ان انا بعمل حاجه مش هنجح فيها. ايوه يعني هعملها وفي حاجات طبعا يعني انا دلوقتي وانا برجع لورا بالفكر في حاجات مشيت بدري شويه منها، بس انا ساعتها كنت تحت ضغط ان انا زهقان وعايز اعمل حاجه جديده، وكان ساعتها الاكتيفيتيز بتتخلق زي ما قلت لك. راس المال المخاطر كان حاجه جديده، هو موجود في القانون لكن ما حدش عمله. لما بتبتدي تعملي حاجه جديده بتاع زي ما قلت في وقت من الاوقات قلت لازم نعمل صندوق للذهب. يعني زي ما في صناديق للاستثمار في الاسهم، عايز اعمل صندوق للذهب، ودرسته وعملت كل حاجه فيه لغايه 2004 2005. كنت انا اول واحد بيتكلم على صندوق الذهب، وعملت عليه ندوات وحاجات كتيره جدا. وقف ليا فيها محافظ البنك المركزي ايامها علشان ما كانش فيه عمله، لان الدولار لازم اشتري ذهب لازم دولار. انما مشيت خطوات طويله في حاجات بتشوفيها وبتحاولي تعمليها وما بتعرفيش، وبعد كده بالايام بتثبت لك انها ممكن تتعمل. وزي صناديق الاستثمار العقاري والحاجات دي كلها كان ليا شغف جامد قوي بيها، وهي تحل مشكله المساكن المهجوره دي كلها اللي موجوده، لكن ده مش وقته يعني، نتكلم فيها بعدين. طب لو في حد مثلا من الحاجات من الشركات اللي حضرتك عملتها سي EFG إرماس مثلا كلموا حضرتك في يوم وقالوا لك احنا عايزينك معانا، تقول لهم ايه؟ دلوقتي؟ لا دلوقتي خلاص انا يعني الزمن سبقني. دلوقتي بقى فيه افكار جديده، بقى فيه تكنولوجي جديده، بقى فيها AI، بقى فيه توسعات في حاجات كتيره. انا صعب قوي عليا ان انا اصحى من النوم بدل ما انا بنزل اروح اقعد في النادي بتسلى، بعد الظهر عندي البورصه بشتغل عليها، البورصات بتاعت بره. لا صعب قوي ان انا البس بدله الصبح في السن ده وانزل اروح شغل ومجالس اداره والكلام ده كله، صعب قوي. انا في مجلس كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، كنت جامعه القاهره وفي جامعه مستقبل دلوقتي، بتديني يعني عضو مجلس اداره في شركتين تانيين، انما مش عمل تنفيذي. يعني ما بروحش امضي شيكات وراقب اداء واعمل الكلام ده كله، صعب قوي عليا دلوقتي. خلي الشباب بقى يشتغلوا، احنا عملنا اللي علينا. طب من خبرة حضرتك، يعني حضرتك شاركت ناس كتير جدا على مدار حياتك، لو في صفات هتقولها لنا مثلا تنصحنا لازم تكون موجودة في الشريك ده عشان ابقى ضامنة ان هو فعلا يعني داخل جد في المشروع، ايه هي الصفات؟ كل واحد بيدور على شريك ذو مواصفات مختلفة عن التاني. يعني في واحد هيقول لك الشريك بتاعي لازم يبقى في امانة مثلا، لازم يبقى في علم، لازم يبقى في كذا. انا بدور دايما زي ما قلت لك مثلا مع هشام، لما عملنا هشام اخويا لما عملنا حاجه، انا بشوف الشريك اللي بيكملني، اللي بيعمل الحاجه اللي انا ما اقدرش اعملها. ايوه. ف ايام EFG اول ما اتعملت كان دكتور محمد تيمور هو اللي بيعمل العلاقات، هو اللي بياخد مواعيد من الوزراء، هو الاكسبوجر كله عنده، وانا كنت بكمله في الجزء بتاع الدراسات والميموراندم اللي بتتعمل والمناقشات والندوات والحاجات دي كلها. فلازم الشريك اللي انت بتدوري عليه يكون بتكملوا بعض. في بيزك زي ما قلت لك، في الامانه والصدق والاحترام والكلام ده كله، ده اساسيات. انما وانا دايما بدور على شريك هيضيف لي ايه. بس يعني ما حصلتش مثلا مع حضرتك، يعني دلوقتي اللي احنا بنشوفه الشراكات بتتفض بسبب واحد بس تقريبا في كل المجالات، كله عايز ينسب الاغلبيه لنفسه، انا اللي عملت ده وانا اللي تعبت، ده ما حصلش مع حضرتك مثلا قبل كده؟ لا ما حصلش الحقيقه. حصل ان في ساعات يبقى في شريك اللي بنسميه الشريك المخالف، اللي هو نبقى احنا كلنا الاتجاه رايح في حته وهو بيبصص على حاجه تانية. بالاغلبيه يعني ما اقدرش ابص لها في حياتي على انها كانت حاله متكرره يعني. طيب حضرتك دلوقتي استثماراتك في مصر كلها وقفت خالص، لو قلنا مثلا ان حضرتك حبيت ترجع دلوقتي تستثمر في مصر، ايه القطاع اللي هتستثمر فيه؟ الاوراق الماليه طبعا، ده القطاع اللي انا بنام وبصحى عليه. يعني قطاع الاوراق الماليه، قطاع برضه راس المال المخاطر، قطاع اللي هو بنسميه البرايفت ايكويتي، الشركات القطاع الخاص اللي هي انت بتخشي فيها وهي لسه مش تحت الضوء، وبتكبريها وبعدين تطلعي منها بعد ما بتطرح في البورصه او بيجي مستثمر ياخدها. فنشاط البرايفت ايكويتي ده من الانشطه اللي انا شايف نفسي فيها. وبشتغله لكن على الضيق وعلى المستوى الاسري، يعني مش على ما بديرش فلوس ناس يعني. طيب حضرتك انتقدت سياسات اقتصاديه كتير،
لو هنفترض ان حضرتك مكان صانع القرار، ايه اول قرار هتاخده في الاقتصاد كل الناس مش هتوافقك عليه بس انت عارف انه صح؟ طب وكل الناس ما توافقنيش ليه لما هو قرار صح؟ يعني هنقول انا زي ما بالصدفه حتى لسه كاتب النهارده، بعتقد انه البيروقراطيه والتعدد جهات الولايه على الشركات. يعني انا كان عندي حد عنده مركب نيليه عنده 17 جهه اداريه بتراقبه. فاول قرار هاخده لو انا صانع قرار، طبعا في قرار كبير قوي وده صندوق النقد والدنيا كلها بتتكلم فيه، انه انسحاب الدوله من المنافسه مع النشاط الاقتصادي. الدوله ترجع تبقى منظم ومنشط ومنمي ومراقب للاستثمار، انما ما ينافسنيش. فده لو انا متخذ قرار في هذا المجال لازم اعمل جدول زمني واضح، وده اللي قلته للسيده وزيره التخطيط في السرديه اللي هي عاملاها الجميله اللي هي عاملاها، انه ينقصها اعلان هويه الدوله، وان احنا بننسحب في اول صفحه من السرديه جدول بينظم انسحابنا زائد ازاله. ودي حاجه بيعملها حاليا رئيس هيئه الاستثمار ووزير الاستثمار، الاثنين محترمين جدا، بيحاولوا ان هم يقللوا جهات الولايه والرقابه، بحيث انت تيجي عايزه تيجي راس المال اول ما هتعلني الكلام اللي انا بقوله لك ده دلوقتي، هتلاقي الناس مش هتستنى لما يتنفذ، حتى هتلاقي الاستثمارات الاجنبيه المباشره رجعت تاني. شوفي الاقتصاد بيبدا بالتشغيل والاستثمار وبينتهي بالاستثمار والتشغيل. اذا الناس كلها اشتغلت، استثمارات جت، انتاج، الضرائب اتدفعت. طبعا ثالث حاجه هعملها من الحاجات اللي بتقولي عليها كفاءه النظام الضريبي. في مصر الضرائب بتتجمع حوالي 10% من الناتج المحلي الاجمالي، الدنيا كلها 20%. فانت نص دخلك رايح اللي هو رايح للقطاع غير الرسمي. فكفاءه جهاز الضرائب، تعدد جهات الولايه، انسحاب الدوله، دول اول 3 قرارات لازم هاخدهم. حضرتك ما شاء الله يعني يا مستر هاني خبره كبيره، ويعني ما شاء الله تاريخ. خبره عجوزه كمان خدي بالك يعني ربنا يديك كبيره الصحة. سنا. ويمكن يعني الانجازات ورا حضرتك هي بتتكلم اصلا، مش محتاجين نقول. فما فكرتش بقى دلوقتي، يعني حضرتك انا عارفه انك سبت معيد زمان علشان حسيت ان هو مش مكانك، دلوقتي ما فكرتش تبقى تدرس مثلا طلبه اقتصاد، على الاقل يطلع جيل جديد فاهم اقتصاد فعلا؟ انا بدي ندوات انا قلت لك كنت عضو مجلس كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعتين القاهره وفيوتشر، وبستضاف في ندوات وفي حلقات نقاش مع الطلبه. انما التدريس عايز يبقى في كاريكولم بيتعمل، وفي تصحيح ورق، وفي امتحانات، وفي كلام من ده كل ده بقى ورايا خلاص، مش فاضيله دلوقتي يعني. أيوه. عمليه مهمه وحلوه انك تنقلي خبراتك لاجيال جديده، انما برضو تعتمد على ان انا قد ايه عندي بقى وقت اقدر اعمله دلوقتي. انا بدي وقت اكتر للكواليتي تايم اللي بيقولوا عليه مع اصحابي. احنا 12 13 واحد، عندنا شله من ايام المدرسه من زمان قوي، بنتقابل في نادي يومين 3 في الاسبوع، بنروح كافيه مش عارف ايه، بنعمل ايه. يعني الوقت ده ابتديت اديله دلوقتي اكتر اهميه من التاني للاسف يعني. لفت نظري قبل كده، او سمعت حضرتك قبل كده بتقول جمله انه سهل جدا انك تعمل الحاجه اللي انت بتحبها عن ان انت تحب اللي انت بتعمله، انك تحاول تحب اللي بتعمله. هل ده بقى معناه ان مثلا لو في شاب دلوقتي كل اللي بيعمله انه بيشتغل علشان يجيب مصاريف بيته، هو كده ماشي في طريق الغلط؟ لا، مش ماشي في طريق غلط، بس هيبقى احسن لو عمل الحاجه اللي بيحبها. يعني زي ما انا قلتها للناس كانوا متخرجين من الدفعه، متخرجه من الجامعه بالحال، قلت لهم ما انت مش شرط انك انت اتخرجت من كليه التجاره او من كليه الاقتصاد انك انت تروح بنك او تروح مؤسسه تلبس بدله وتروح كل يوم تعمل نفس الحكايه. انت لو بتعرف ترسم حلو، لو بتعرف تصفر ناي على الناي، اعمل كده. روح كمل خليك في اللي انت فيه، بس نمي نفسك في حته تانية، عشان لا ابداع بدون حب. لازم تحبي الحاجه اللي بتعمليها عشان تبدعي. اذا كنت عايز تبقى راجل تقليدي بتنزل البيت الساعه 8 تروح شغلك وترجع الساعه 2:30 تتغدى وتنام، خلاص دي قصه تانية. لكن لو عندك شغف بحاجه غير اللي انت بتعمله، نمي نفسك فيها ومهاراتك فيها واعملها، وانا متحمل الريسك معاك.
طيب خلينا نفترض جدلا ان في شاب معاه مليون جنيه دلوقتي النهارده، تنصحه يستثمرهم في ايه؟ ما هو معاه مليون جنيه، عايز يدخرهم، عايز يستثمرهم، ولا مليون جنيه عايز يبدأ بيهم عمل؟ لا، يستثمرهم. يستثمرهم. خلاص، الاستثمار دلوقتي في 3 حاجات مهمين قوي. لو بتفهم في البورصة، بتفهم، خش في البورصة، لأنه البورصة في يعني على مدار الزمن في حاجتين ثبت ان الاستثمار فيهم طويل الاجل، بيؤتي بعائد كويس: البورصه والذهب. الشطاره انك تعرفي امتى تخش وامتى تطلع، مش واحد يروح حاطط كل فلوسه في الذهب. يعني انت مقرر ان مليون جنيه هتحط 250 الف جنيه ذهب. طب والعقار ده الناس كلها بتقنعنا ان العقار ده لغايه دلوقتي الكلام ده كنت اسمعه منك السنه اللي فاتت، كنت هوافق عليه، ولا السنه اللي قبل اللي فاتت. انا بقى لي سنتين بقول العقار. بصي هقول لك حاجه، ما انت وانت جايه لي هنا اهوت، او انت ماشيه في الطريق الدائري، او في الاقاليم حتى، كميه البيوت اللي مبنيه وما بتتباعش ليه؟ لانه ما يصرف من الناتج المحلي الاجمالي على القطاع العقاري في مصر 20%، المتوسط العالمي من 7 ل 10. فاحنا صرفنا اكتر من اللازم على القطاع العقاري. يمكن كويس في الساحل بيقدروا يبيعوا العرب، بيبيعوا للناس اثرياء او ناس بيشتغلوا بره، انما العوام اللي زي حالاتنا كده في المنطقه، في القاهره وفي الاقاليم، دلوقتي مش وقت استثمار عقاري. الدولار نزل عن ال70 جنيه اللي كان متقيم عليها، سعر الفايده بينزل، العقارات العرض اكبر من الطلب بكتير، فالاستثمار العقاري ليس بالتاكيد وقته دلوقتي. ذهب، بورصه، اذون خزانه. بلاش الشهادات البنكيه والودايع والكلام ده كله، اذون الخزانه بتديكي حوالي 21% صافي عائد. فيبقى عندك حاجه بتجيب لك عائد وحاجه بتنمو مع الوقت، اللي هي الذهب واللي هي البورصه. طيب حضرتك تتوقع كمان 10 سنين في مصر من دلوقتي الدولار هيوصل كام؟ ده كلام لو قلته يبقى كلام ايه، مش موثق. يعني ما اقدرش اقول لك سعر الدولار. خدي بالك، وده مهم قوي، ودايما قلتها لمحافظين بنك مركزي قبل كده، سعر العمله لا يستهدف في حد ذاته. يعني ما ينفعش استهدف اقول انا عايز الدولار يبقى بكام. انا بمهد الطريق للتشغيل، للانتاج، للتصدير، لزياده الحصيله الضريبيه، وتقليل طباعه النقود والكلام ده كله. هتلاقي الدولار باي برودكت، منتج ثانوي، هتلاقي الدولار على طول في مصر انخفض والجنيه بتاعك قوي. يعني انا بقول ما تستهدفوش خفض الدولار، استهدفوا رفع قيمه الجنيه. ازاي؟ زي ما قلت لك، بالتشغيل وبالانتاج وبالتصدير وبدفع الضرائب اللي عليكي وتقليل عجز الموازنه. طب واسعار العقارات هيبقى شكلها ايه؟ كمان 10 سنين من دلوقتي لا بالتاكيد هتزيد، بس هتزيد بمعدل شكله ايه بالمقارنه بالحاجات التانية اللي انا قلت لك عليها. كل حاجه العقار على المدى الطويل بيزيد، انما اليومين دول بالذات والخمس سنوات قادمه على الاقل، والى ان يحدث حل جذري زي ما انا قلت لك قبل التسجيل على موضوع الصناديق الاستثمار العقاري، واتاحه الشباب فرصه للايجار بدل التمليك والكلام ده كله، حل المشكله العقاريه هياخد وقت طويل شويه. طب واسعار الذهب؟ لا، اسعار الذهب انا لما من سنتين قلت للناس اشتروا ذهب كان ب $2000 الوقيه، النهارده ب 4200 دلوقتي وانا بكلمك. في الاستراحه بصيت على السعر لان انا لازم اتابع الذهب في الوقت، ف 4200 يعني عملت تقريبا 100% في سنتين. ومع الذهب انا اقول الذهب برضو، ليه بقول للناس الذهب وليه قلت لهم الذهب؟ العالم كله دخل في مشاكل اقتصاديه جامده جدا. امريكا بتعاني، اوروبا شايفه في ناس في انجلترا بتنام في الشارع، الانemployment البطاله رهيبه، الديون كبيره قوي، فبيطبعوا فلوس او اذون خزانه او سندات خزانه، كلهم بيطبعوا فلوس. انت تقدري تطبعي فلوس عمله ورقيه، ما تقدريش تطبعي ذهب. فالفلوس لما بتطبع كتيره قوي والمشاكل الاقتصاديه كتيره، على طول الذهب لازم يطلع. طيب كمان 10 سنين من دلوقتي ممكن مصر تبقى من اقوى 10 بلاد اقتصاديا؟ المهم المقدمات اللي تؤدي الى هذه النتائج،
زي ما قلت لك مصر فيها 100 مليون واحد بياكلوا وبيشربوا وبيلبسوا وبيتفسحوا وبيتعالجوا وبيتعلموا، واخد بالك؟ كل ده سوق رهيب، وعشان كده الامارات والدول العربيه كلها بيجوا يستثمروا في مصر. انما هذا السوق لازم يبقى فيه استثمارات. انا مش قادر اشوف قناه السويس معبر مائي. انا شايف كده زي ما انا شايفك على الضفتين مصانع مصريه وصينيه وهنديه وكل دول العالم بتنتج وبتستعمل الايدي العامله المصريه اللي تقريبا ببلاش وتصدر لاوروبا والامريكا. مش مجرد ان مراكب عدت ودفعت ال6 7 ولا 10 مليار دولار اللي بنتكلم فيهم. فمصر فيها امكانيات جامده جدا، سهلتي الامور. شايف مصر طبعا من اكبر 5 اقتصادات كمان مش 10. انما وقفنا زي ما احنا كده وما بنعملش حاجه يبقى صعب قوي. مستر هاني، خلينا ناخد بقى بريك من الكلام الجد ده وندخل بقى ايه على اسئله شخصيه انا بصراحه عندي فضول اعرفها. يلا. روتين يوم حضرتك بيمشي ازاي من اول ما بتصحى من النوم؟ الاول بتصحى الساعه كام؟ انا بصحى الساعه حوالي 6 الصبح او 6 ونص بالكتير. ده روتين حضرتك من زمان جدا؟ روتيني على طول عمري. بصحى بدري قوي، يعني بستغرب الناس، في ناس يكلمني الساعه 9 الصبح يقول لي انا صحيتك من النوم. صحيت من النوم ايه ده؟ انا قربت اروح. لا يعني الناس اللي بتصحى متاخر دي غريبه جدا، مش قادر افهمها. فبصحى 6 ونص. اذا انا نظامي ما فيش فيه الالتقاء الاسبوعي اللي بقول لك 3 4 ايام في الاسبوع بنتقابل في النادي فبنفطر وبنقضي النهار هناك، كان بها. ان ما كانش يبقى بفطر هنا في البيت الصبح، وعلى الساعه 8 ونص بكتير ببقى في مكتبي براجع على اللي حصل امبارح بالليل في البورصه في امريكا. انا كل شغلي على تركيزي في البورصه من الساعه 4 ونص لغايه 11 بالليل على اللي بيحصل في امريكا، مع التعليقات والتحليلات والحاجات دي كلها طبعا. بس وبعدين بطلع، ان ما كانش عندي مجلس اداره في حته او حاجه، بخلص اليوم. في طبعا جزء كبير من جدا مهم بالليل بيبقى فيه متابعه ماتشات كوره. اذا الاهلي بيلعب طبعا يعني اي حاجه تانية ابطلها اعطلها. حضرتك اهلاوي مش زملكاوي؟ اهلاوي صميم. يعني انا كان لما الاهلي بيخسر في الستينات ما كنتش بروح المدرسه، يعني من كتر ما كنت زعلان. طبعا. وكنا بننزل نروح النادي الاهلي في الماتشات، بناخد المترو لغايه اخره من مصر الجديده، وبعدين ناخد فلوكه بارساغ تعدينا النيل، وبعدين نروح ملعب التتش نتفرج على الماتشات. فكانت يعني الاهلي، لا انا اهلاوي صميم. فبتفرج على الكوره بالليل. اذا كان في حاجه بنمشي الكلاب ساعات. انا وانا داخله شفتهم حسيت ان حضرتك متعلق بيهم جدا. قاموا بالواجب ولا لا؟ طبعا. طيب. ده بقى يعني ده الكلاب ده الموضوع ده برضو من زمان حضرتك بتحبهم كده ولا ده؟ لا ده عمري كله. من صديقي كان زي ما قلت لك، كان احد اصدقائي المرحوم الشناوي الله يرحمه، كان ماسك جهاز الكلاب كله في كليه الشرطه وفي لما سافر بره وكده، فهو حببني في الكلاب الحقيقه، وكان بيختار لي الكلاب. ومن ساعتها وانا دايما عندي كلاب في البيت، يعني لازم يبقى معايا كلاب. طب اسمهم ايه بقى اللي بره دول؟ بوب ومايلو. جميل. بوب ومايلو. وبعدين الكلب ده اللي بنقول عليه unconditional love، طبعا ده بيحبك. الشباب هنا بيعرفوا ان انا جاي من بره من حركه الكلاب قبل ما يشوفوني او يشموني. بيحسوا اكتر من الشم كمان. ف لا ده الحب غير المشروط، ومش عايز منك حاجه، عايز رضاكي عنه بس. طب حضرتك بتمارس اي رياضه دلوقتي؟ كنت لغايه قريب بلعب بادل. طب كنت بلعب تنس قبليها، وبعدين لعبت بادل، وبعدين لغايه بقى لما لقيت ايدي وجعاني بالصدفه، فرحت للدكتور بقول له ايدي وجعاني. قال لي يعني كويس، انت ايه الحكايه؟ قلت له لا عشان بلعب بادل. قال لي لا خلاص كفايه كده. يعني مش لازم تفضل تعمل، هو الوقت بتاع ايدك خلاص على قد كده يعني. فبطلت الحقيقه، بطلت وبمشي. لازم بمشي على الاقل 3-4 آلاف خطوه في اليوم لازم. طب حضرتك بتسمع اغاني جديد ولا قديم؟ لا جديد ايه؟ قديم طبعا. لا بقول لك انا مواليد الخمسينات، تقولي لي جديد؟ مفيش اي حاجه من الجديد ده مثلا؟ لا يمكن. انا عربيتي كلها عباره عن عبد الحليم حافظ، ورده، فيروز. طب مين اقرب واحد لقلبك فيهم؟ عبد الحليم طبعا. اوكي. لا عبد الحليم ده
عبد الحليم ما كانش مطرب، يعني مش احلى صوت، انما احساسه يعني ينقلك الاحساس وهو بيغني يعني. هو كان في وقته مختلف جدا عن كل اللي بيتقدم. طبعا لا لا لا، ده لغايه دلوقتي انا بالنسبه لي عبد الحليم حافظ حاجه تانية خالص. طب وفيلمك المفضل؟ فيلمي المفضل، شوفي الاجنبي طبعا لاف ستوري. اوكي. لاف ستوري من الحاجات الحلوه قوي. في مصر هنا في يوم في شهر في سنه طبعا عبد الحليم. الافلام بتاعت الريحاني بقى، سي عمر وسلامه في خير، الافلام بتاعت ستيفان روستي والريحاني وعبد الفتاح مفيش القصري جديد والحاجات خالص دي. حتى الوطني اي حاجه؟ لا 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 خالص، مش قادر اعيش مع المصطلحات الجديده، مع المود الجديد بتاع الناس، التطبيش في الكلام. انا راجل قديم وعايش في القوقعه بتاعت الافلام القديمه بتاعتي الحقيقه، ما زهقش منها، وممكن اشوف الفيلم 30 مره ومبسوط منه هو جداً. لسه بنفس الاحساس ونفس الضحك بضحكه كل مره، واستني لما اجيب البتاع اتحزم وارجع لك ارقص لك وبتاع الكلام بتاعنا بتاع زمان ده. طيب بما انك متعلق قوي بالزمن القديم، لو في عاده واحده ترجعها من زمان تبقى ايه؟ الاحترام. مفيش شك. احترام كان يقول لها نهارك سعيد يا هانم، كان يقول لها اتفضلي، دي قعد الست قبل ما هو يقعد. النظره للاب والام لما يعدوا بيحترمهم ازاي. حته الاحترام دي اللي بقيت مفتقدها في الولاد الجداد. دمهم خفيف وبيجروا وبيلعبوا وبيتكلموا لغات وكل حاجه، انما لما بتيجي لاحترام الاب والام وكلمه حاضر، دي بالنسبه لي مهمه قوي. طيب وقت الفراغ لو عندك كام ساعه كده فاضيين وعايز تقعد تعمل فيهم حاجه بس لوحدك، تعمل ايه؟ بقرا بالذات. انا عضو في نادي كتاب، ولسه مختلف معاهم قريب، علشان انا بحب القصص الرومانسيه، بحب الروايات. هم بيجيبوا قصص تاريخيه بقى لهم فتره بيجيبوا الحاجات التاريخيه، وانا لا، انا عايز قصه فيها اتنين بيحبوا بعض وبعدين سابوا بعض وبعدين مش عارف ابن خالتها ايه ومرات عمه ايه، يعني احس روايه. ايوه روايه. انما كيف بني الهرم الاكبر وموقعة حتشبسوت ومش عارف مين وبتاع، انا ماليش في الكلام ده خالص. طب مين الشخص اللي حضرتك دايما بتستشيره قبل ما تاخد اي قرار؟ كان طبعا خالي الله يرحمه في وقت من الاوقات. دلوقتي القرارات كلها ما فيش حد ارجع له، لا، انا قراراتي من دماغي كلها للاسف. ولا حتى مثلا تسمع لحد عشان تشوف حتى تفكيره واقف فين او هو بيفكر ازاي دلوقتي؟ لا، يمكن انا من قعداتنا مع الجروبات بتاعتنا الاصحاب في برين ستورمينج بتعمل كل يوم، بنسال بعض على حاجات وبناخد وندي مع بعض، لكن لما باخد انا قرار شخصي في حياتي بالتاكيد انا باخده من دماغي، ما فيش حد بيأثر فيا خالص، وده من زمان من صغري يعني. ايوه. طب تقول ايه عن شريك الرحله معالي الوزير الاسبق هشام توفيق؟ ما انا بقول لك هشام ده ابني، مش اخويا بس، يعني ابني، لانه هو انا كنت بروح له المدرسه كولي امره. انا والدي كان مسافر اغلبيه الوقت، فكان في المدرسه لما يعمل حاجه عايزين ولي امره، يعني هو عنده 15 16 انا كنت 26، فبروح كاني ولي امر. فهشام بالنسبه لي مش بس اخ، ده ابن، وانا متابعه كويس قوي، وزي ما قلت لك عملت معاه شركتين 3. هو اللي كان يعني انا داخل ممول، انما هو اللي بيشتغل بايده وبيحب يعمل الحاجات دي كلها. فانا لو انصحه بحاجه هشام اقول له هدي اللعب وما تنفعلش قوي، لانه الواحد بيكبر وياخد باله من صحته، علشان هو كثير الانفعال، و يعني he has to take it easy. انا عرفت ان ابن حضرتك شغال معاك حاليا، هو بقى اللي عمل ده ولا حضرتك اللي دخلته الشغل ده؟ لا، هو هي جت كده، هو اشتغل في كذا حاجه، في بنوك وفي شركات، وبعدين هو تركيبته مختلفه عني الى حد كبير طارق، رغم انه مولود معايا في نفس اليوم ميلادي وهجري، يعني احنا الاثنين في 7 رمضان وفي 16 يونيو. انما هو مختلف. هو ما بيجازفش، ما بياخدش الريسك في حاجات يعني، بس حضرتك سايب له ملتزم الحرية ده، ومنضبط. صح؟ طبعا هو احنا بيستشيرني الصبح هنعمل ايه النهارده، واخد بالك، انما اداره المحفظه
هو اللي بياخد القرارات فيها بعد استشارتي. انا ما اعرفش حتى الكود بتاعنا ايه ولا الباسورد ولا الحاجات دي كلها، هو اللي بيعمل كل حاجه. ربنا يحميه ويحفظه ويخليه لي، لان هو ابني الوحيد. امين. وربنا يا رب يكتب له كل خير يعني. طب حضرتك مع ولا ضد الورك لايف بالانس؟ مع او ضد؟ ورك لايف بالانس حسب سنك ايه يعني. ورك لايف بالانس، انا لا، انا وانا صغير كنت بشتغل 15 ساعه في اليوم، وبطلع من هنا وبروح هنا وبراقب. احنا زي ايامنا، عشان اقول لك بسرعه، كنت بصحى الصبح في شركه اي اف جي مثلا، بصحى الصبح اعمل مورنينج ميتنج مع المديرين اللي احنا معاهم، وبعدين مع بتوع الريسيرش، وبعدين انزل اروح البورصه برجلي. كانت ساعتها البورصه في شارع الشريفين، اقف احضر الجلسه، بايعين وشارين، وبعدين ارجع اروح البيت. لا، ما اروحش البيت، ارجع اروح البنك اجيب فلوس، اروح المقصه بعد الظهر. كان المقصه، ما فيش شركه اسمها المقصه الكترونيكي، كانت المقصه بتتعمل يدوي في البدروم بتاع البورصه. فنروح احنا ال 35 شركه سمسره نتبادل مين اشترى ومين باع الاسهم، بحيث ما نروحش غير كل واحد خد اسهمه اللي اشتراها وسلم اسهمه اللي باعها وخد الفلوس وراح. اروح البيت بقى انام على كده؟ لا، ما انامش، اقعد اذاكر لطارق. اذاكر لطارق، ما انا طارق ابني في البيت برضه عنده واجبات وهومر، هات يا ابني الحاجه اما ابص فيها وتني معاه كده لغايه بالليل. فكان حياه مليانه. فتقولي لي ورك لايف بالانس، ما فيش لايف خالص. أيوه. كلها عباره عن كده، واخده بالك؟ ده في سن معين. دلوقتي العكس، وقتي ليا انا بستمتع بيه اكتر، وهو بقى يشيل كل وقت يعني له حاجته، كل وقت وله اذان بالظبط كده. طيب عايزين 3 نصايح حضرتك تقدمهم لاصحاب المشاريع اللي لسه تبدا. ان جاز ليا النصيحه يعني، لازم يكون درسه كويس قوي، ولازم يعمل سيناريو. دايما اللي بيدرس حاجه لازم يعمل سيناريو الواقعي وسيناريو اخر تشاؤمي. اذا الامور اختلفت، اذا كوفيد دخل علينا، اذا حرب قامت والدنيا وقفت، واخد بالك؟ فدراسه المشروع تبقى واخده في الاعتبار السيناريوهات الاكثر تشاؤميه. 3، اذا كان معاك شريك يبقى شريك انت درسه كويس وعارف ان ده مش هيوقفك، ده معاك بيفكر بنفس طريقه تفكيرك، دارس المشروع وعامل حساباتك على السيناريوهات السيئه، ومعاك شريك كويس، لازم تنجح. طيب لو في شخص هو دلوقتي شايف هاني توفيق ده الرول موديل، انا عايزه ابقى زيه بالظبط وامشي على نفس طريقه، ايه اللي تنصحه بيه النصيحه يعملها وايه حاجه يتجنبها؟ اعمل الشغف زي ما قلت لك، اعمل اللي انت عندك فيه شغف ايا كان هو. انا قلت لك، انا يعني انا قلت لسه قايل لبنت واحد صاحبي قريب، هي خلصت اقتصاد وعلوم سياسيه لكن بتمثل، عايزه تمثل تبقى في التمثيل. فقلت لها لا، انضمي. طبعا امها وابوها هياكلوني انا عارف، انما روحي، لانك يعني مش مجرد انك انت تعيشي حياتك، بعد كام سنه لازم تبقي استمتعتي بكل حياتك اللي عملتيها. فاذا حد لازم يعمل حاجه يكون عنده فيها شغف، يكون بيحبها، ودور وقلب وما تزهقش. فيعني هي دي اهم حاجه، دي النصيحه اللي اقولها لاي واحد بيبتدي حياته. طب لو حاجه يبعد عنها؟ طبعا يعني مش عايز ابقى ابوي اكتر من اللازم، انما التدخين مزعج جدا، وعلى اللونج ران بيجيب نتائج سلبيه. دي موضه العصر للاسف. للاسف. أيوة. للاسف بشوف بنات صغيرين حتى كمان قاعدين بيشيشوا وبيعملوا الكلام ده كله. لا، يعني ابتعد عن التدخين على قد ما تقدر، وما بقولش لحد يبطل يعني 100% يبطل، يحاول، انما خد التدخين كحاجه جانبيه بتعمل لك بليجر، بس ما تزودش فيها يعني. يبقى وطبعا اصدقاء السوق بقى والكلام اللي انت عارفاه ده، لان كمان بدي نصيحه للاجيال بقى من اول سن عنده 10 15 سنه لغايه واحد عنده 50 60 سنه. فدي مهمه قوي، وما تخليش مشاكل الاسريه تاثر عليك، يعني دي اهم حاجه. يعني افصل وانت نازل من بيتك، قافل مشاعرك ومشاكلك، ورايح الشغل عشان تشتغل
وكل همومك وهمومك الاسريه والعلاقاتك تبقى براك يعني. نصيحة طبعا جميلة وفي منتهى الجمال والله. أنا للأسف الأسئلة معايا خلصت، يعني أنا مستمتعة جدا والوقت عدى بسرعة، وكان نفسي أسأل حضرتك حاجات كتير بس عشان وقت حضرتك. المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. تنورتيني. بإذن الله لينا قعدة تانية، وأنا اتبسطت جدا واستفدت جدا، وأتمنى إن احنا كنا خفاف على حضرتك. أسئلة كلها جميلة وفي الصميم، وأرجو إن الناس اللي تستمع ليها تبقى يعني تستفيد. طبعا. شكرا لاستضافة حضرتك لينا. شكرا شرفتني.